هنعمل مع بعض النهارده تورتاية كده بعجينة السكر. أول مرة طبعًا أشتغل بعجينة السكر، كنت حاسة إن أنا في امتحان بجد، لإني طبعًا ما اشتغلتش قبل كده بعجينة السكر، بس حبيت إن أنا أدخل التحدي ده. أنا حسيت إن هو بالنسبة لي زي تحدي، يا إما أنجح فيه يا أفشل فيه. لكن بصراحة النتيجة اللي أنا وصلت لها أنا عن نفسي كنت راضية عنها، وكانت عاجباني جدًا إن أنا وصلت للنتيجة دي. بس هاقول لكم على حكاية التورتة دي بقى وإحنا كده بنشتغل فيها. هاحكي لكم حكاية التورتة دي كانت إيه. بس بصراحة هي كانت عاجباني. حابة أعرّفكم بنفسي، أنا اسمي سولا وقناتي سولا صلاحي. لو لسه ما تعرفونيش، باحب أعرّفكم بنفسي. وطبعًا لو لسه أنتم جداد عندي في القناة، طبعًا نورتوني، وأنتم عيلتي الصغيرة اللي هتكبر بيكم وتبقى عيلتي الكبيرة. أتمنى يا رب تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل، ولايك منكم حلو. آآ دلوقتي بقى هنعمل، أنا عملت طبعًا تورتاية مقاس 24 في القالب 24 بالشكل دوّة. حطيت نُص كيلو من كان عندي فانيليا، وحطيت معلقتين كاكاو بس طلعت فاتحة شوية. طبعًا السيرب زي ما أنتم متعودين معايا لو متابعينّي، أنا باعمل كوبايتين سكر، أو 4 كوبايات مَيّة، أو لو عايزة كمية قليلة بتبقى لكل كوباية سكر كوبايتين مَيّة، 5 دقايق على النار. وبعد كده نُص عصرة ليمونة، أو اللي هو الليمون، اللي هو بيبقى مش فاكرة اسمه يعني، اللي هو بيبقى عامل زي الكربوناتو ده بس ليمون. وباحط منه ذرة كده وفانيليا وخلاص، واسيبه لمّا يبرد وباسقي بيه التورتة بتاعتي. طبعًا أنا عملت هنا كريم شانتيه، وحطيت عليه برضه جناش شوكولاتة أو نوتيلا، وعشان يدّيني طعم اللي هو الجناش دوّة. وبدأت أحشي الطبقات زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. طبعًا التورتاية بتاعتنا هنا مش هتتجلس كريمة، لإن لمّا بنستخدم لمّا نكون عايزين نعمل تورتاية بعجينة السكر، ما ينفعش نحط كريمة على التورتاية، لازم يا إما كريمة زبدة أو جناش شوكولاتة. فأنا هنا عملت جناش شوكولاتة، عملت حوالي 600 جرام من جناش الشوكولاتة. طبعًا هاخلّي الجناش الشوكولاتة في فيديو منفصل لوحده، عشان لو حابين تعرفوا أنا عملت الجناش إزاي، اللي هو التجليس التورتة اللي هنجلسها، اللي هنعملها بنغطيها بعجينة السكر. بصراحة عجينة السكر كانت بالنسبة لي متعبة جدًا، ما كنتش فاكرة إن هي تبقى متعبة كده في الفرد بتاعها، تعبتني جدًا. لمّا كنت بافرد بيها حسيت تاني يوم إيديا وجعتني جدًا من فرد عجينة السكر. بس في الآخر عايزة أقول لكم رأيي بصراحة، بالنسبة لي طبعًا طعمها للناس اللي ما بتحبش السكريات أوي، بجد بتبقى مسكرة جدًا، وأنا بصراحة ما عجبتنيش. يعني أنا عن نفسي لمّا أحب أعمل تورتاية، أو لو هاشتري تورتاية مش هاشتري تورتاية بعجينة السكر، لإن هي في الآخر بتبقى شكل بس، لكن طعمها ما عجبنيش. ما أعرفش بقى، اختلاف الأذواق واختلاف الأطعمة، ما أعرفش أنتم رأيكم إيه؟ وهل جرّبتوا فعلًا عجينة السُكّر، كلتوا حاجة قبل كده بعجينة السُكّر والّا لأ؟ المهم إن أنا بدأت إن أنا أجلِّس بقى بتاخد مني طبقة كتيرة جدًا من الجناش، ولازم ما اسيبش أي فراغات في التورتة وأنا باجلِّسها بتاعة اللي باحط لها الجناش. أنا كنت هنا لابسة gloves، بس في الآخر لقيت نفسي مش هاعرف أفرد، العجينة بتبقى ناشفة جدًا عشان أليّنها. لقيت نفسي مش هاعرف أمسك العجينة بالكلافس، وفي الآخر قلعته علشان أقدر أمسك العجينة وأقدر أفردها كويس جدًا. طبعًا كانت مفرفتة أوي. طبعًا كنت أول مرة أشتغل، وكنت شارية بقى، جبت حاجات اللي أنا هاستخدمها في عجينة السكر، المكوة والنشابة السيليكون دي. أنا هنا بقى جايبة نشا جنبية، وبدأت إن أنا أمسك بقى كده العجينة بإيدي في اتجاه واحد زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة، لغاية ما لانت في إيديّا بالشكل دوّة. وبعد كده كورتها كورة، وابتدي إن أنا أفرد بيها بالنشابة. كانت قاسية جدًا ومتعبة، ما حسيتش طبعًا بإيديّا، تعبتني إلا تاني يوم. كف إيدي بقى وجعني جدًا من كتر فرد عجينة السكر، هي بجد مكلفة وفي نفس الوقت متعبة. بس في الآخر كنت فرحانة من الشكل بتاعها. دي بقى عايزة أقول لكم على حكاية التورتة وإحنا بنفرد بعجينة السكر. كانت
في بنوتة طالباها مني، بس كانت طالباها بعتالي نفس الشكل بتاع اللي انا عملته ده، لكن الشكل ما كانش فيه طبعا الحواجب، كانت عبارة عن رموش زي ما تكون مرسومة، والرموش والحواجب مرسومين. فانا طبعا حبيت ان انا اوصل لها التورتايه زي ما طلبت، وحتى قالت لي بعتي لي قطعه من عجينه السكر السودا وانا هعملها. فقلت بقى افرحها واعملها لها واوصلها لها زي ما طلبتها بالظبط. فاقول لكم بقى انا بقى جبت بقى عجينه السكر، فردتها كلها وغطيتها، وبدات بقى بالمكوه افرد كده العجينه عشان اطلع طبعا اي فقاعات هواء من العجينه بتاعت السكر. وبدات اضغط بايديا وافرد كده بالمكوة عشان اخليها تبقى ناعمة خالص، تبقى ملساء، ما يبقاش فيها اي حبوبات ولا اي حاجة. دي المكوة دي بتفرد العجينة وبتنعمها كمان. وبدأت بقى افرد كده بايديا وبالمكوة لغاية ما غطيتها خالص كويس. وجبت بقى اي حاجة وبدأت قطعت البيتزا دي وبدأت اقطع الزيادة. وما خدتش نص كيلو عجينة السكر البيضة، فاض منها طبعا قطع زي ما انتم شايفين. وبدأت بقى اشيل الزيادات، وكمان هعمل حاجات اللي هي الكور الصغيرة دي، بدأت أكورها كور صغيرة، وعشان ألزقها حوالين التورتة من تحت إطار كده يديها شكل حلو. هي كانت للأسف هي عجبتها، لكن كانت طالباها أعلى من كده بكتير. فأنا حبيت أكبر لها التورتاية، عملتها مقاس 24. لكن لو أنا كنت طبعا عملتها نفس المقاس اللي كانت عايزاه، كانت هتبقى أصغر من كده، هتبقى حوالي مقاس 20 أو كمان 18. فالمهم إن هي بصراحة لما قلت لها لو ما عجبتكيش خلاص. لكن هي طبعا ما خدتش التورتايه، وانا اخدت التورتايه واكلناها في البيت. آه، انا ما زعلتش طبعا، لكن انا كنت فرحانه بالنتيجه اللي انا وبكده انا كده اوصلت لها. خلصت وكان التورتايه اعتراضي الجميله كله على دي. الاسم. بجد قمر حسيت قوي ان وعجباني، التورتايه وانا فرحانه المسافه بجد، قصيره لان كنت بين حاسه ان انا في امتحان، الرسمه اللي انا ويا حطيته اما خايفه بتاعه جدا اشتغل واعمل الرموش التورتايه، والحواجب. لان اول كان مره المفروض ادوقها بعجينه تبقى السكر. اعلى هي من عجباني كده جدا، عشان يبقى لكن في انا مسافة التعليق كويسة الوحيد بين على الاسم. الاسم دي كنت النتيجة اللي أنا وصلت لها، وفي يعني انا الآخر طبعا شايفه ان أنا هو خدت ما التورتاية في كانش ليه البيت. اي لازمه. طبعا ما كانت هتبقى خدتهاش. احلى من الاسم، فأتمنى يا رب ان هو يكون يتحط، لان المسافه الفيديو بين عجبكم، وعايزة أعرف رأيكم العيون بجد. لو والرموش هي حلوة ولا والحواجب لأ، دي، بالنسبة إن أنا كمان الوش أول ده، مرة أشتغل بعجينة يعني السكر. بس مسافة أنا قريبة. بالنسبة لي فأنا شايفة هي إنه كان أنا كنت أفضل إن هو فرحانة الاسم جدا، لأن ميتحطش. طبعا عايزة أعرف رأيكم الامتحان اللي بقى، أنا حلوة ولا حددت ليكم نفسي فيه تعليق، إن أنا ولا هقدر أنا كان أعمل رأيي عجينة غلط إن السكر أنا ولا ممكن لأ. ما كنتش بس هحط كان الاسم، اعتراضي بس ما كله كانش على ينفع الاسم. أشيله ما لأن كانش لو طبعا بتهيألي لو أنا كانت لازقاه. من غير الاسم كانت هتبقى أحلى من كده. العجينة السكر وبس البيضة كده انا مش خلصت هينفع أشيل من التورتايه. عليها الاسم بالاسود. وعايزه اعرف بقى رايكم لكن في أي لون تاني الكومنتات، كنت ولو شيلته، عجبتكم فمش بقى هينفع عايزه أشيله. كومنت حلو. فعايزة أعرف واعرف رأيكم رايكم حلو بكل ولا لأ، صراحه، وأتمنى يا انتقاد رب يعني تعجبكم. بالسلبي ولو او عجبتكم بالايجابي بقى ده ما تنسونيش هيفرحني. تعملوا لايك ببقى مبسوطه للفيديو، جدا لما تشتركوا في بتسيبوا لي قناة اي مستر تعليق، بدر عندي. بحيث ان انا بتكلم مع وعايزة اخواتي أعرف وعيلتي رأيكم الصغيره، بجد اللي طبعا هتكبر وتبقى بالإيجابي أو بالسلبي، ده اكبر عيله. بيفرحني جدا. أشوفكم على انتوا اللي خير إن شاء هتكبروا الله في القناه فيديو مش جديد. انا، بلايكاتكم ومشاهدتكم وتورتاية معايا كده حلوة ومتابعتكم وقمراية كده معايا. زي دي. بحبكم جدا، أتمنى احلى يا رب اخوات في تكون الدنيا. عجبتكم، ما تكونش تبقى تقيلة واتمنى يا رب عليكم. بقى تنسونيش أشوفكم في على خير اللايك إن شاء الله في وشير فيديو جديد. السلام للفيديو، عليكم ورحمة عشان الله طبعا وبركاته. اكتر اكبر عدد من الناس يشوفوه لو فعلا الفيديو عجبكم. وكده بقى خلاص كده انا زي ما قلت لكم خلصتها. اتمنى بقى تعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.